السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة نعمل مع بعض الشاورما. هنجيب الشاورما كده وهنقطعها عشان بتبقى قطع كبيرة. هنقطعها طبعا، ده مقص المطبخ زي ما احنا متفقين، مقص مخصوص للمطبخ. هنقطع كده قطع الشاورما اهي. ممكن تعمليها بالسكينة على القطاعة. هنقطعها كده من بعض ونفصلها لو فيها اي حاجة. بعد ما قطعناه وغيرنا المية بتاعتها، نعصر عليها ليمون كده وخل. نعصر عليها ليمون وخل وهنحط دقيق. نغسلها كويس قوي 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 عشان ما يبقاش فيها طعم زفارة ولا اي حاجة. نضمن نظافتها. اه ندعكها كده بالدقيق والخل والليمون ونسيبها بقى. هنسيبها 5 دقايق. بعد ما سيبناها 5 دقايق نشطفها، نحطها في مصفى كده تنزل ميتها وتحت الحنفية، ونشطفها بمية. نغسلها كويس قوي. شايفين لونها بقى جميل جدا، بقت بيضة خالص وبقت نظيفة وجميلة. هنسيبها بقى حوالي شوية كده اما تصفي ميتها. بعدين نجيبها نحطها في بولة. عندي هنا كوباية زبادي، اخد نصها. لو احتجت النص التاني ابقى احطه بعدين. نص كوباية زبادي، ونحط نص كوباية لبن. الحاجات دي كلها بتساعد على السوا، بتخليها طرية وجميلة. عندي البهارات. عندي قرفة وكزبرة، كل حاجة نص معلقة. وده فلفل مفروم، ودي نص معلقة توم. من كل حاجة نص معلقة. وبشر جوزة الطيب حوالي ربع معلقة يعني، او نص معلقة شاي. هنقلب كله مع بعضه كده ونعصر عليها ليمون. الليمون برضو زي الخل بيساعد على سوى الحاجة مع الزبادي مع اللبن. عندي فلفل اسمر وملح وكمون. نقلبها كده عشان كله يشرب من التتبيلة مع بعضها. لو عندك وقت ممكن تسيبيها تعمليها كده وتسيبيها في التلاجة من بالليل. لو ما عندكيش ممكن حوالي 10 دقايق وتعمليها. انا بصراحة كنت مستعجلة فحطيتها على طول، يعني يا دوب سبتها شوية كده حوالي 10 دقايق وبعدين حطيتها في الطاسة. هي اللي منزلة المية دي، مش هتحط لها اي مية ولا اي حاجة. حطيتها على الطاسة بتنزل المية بتاعتها. طبعا عليها البهارات وعليها الحاجة بتاعتها. ده كاري وكركم. هنحط كاري وكركم عشان يدي طعم الشاورما ويديها اللون الجميل بتاع الشاورما اللي احنا عارفينه. هنقلبها كده وبعدين بعد ما تتشرب مع بعض هنسيبها بقى تستوي كده ونوطي عليها لحد ما تشرب ميتها. هنا هنعمل مع بعض الكريب. عندي بيضتين عليهم فلفل اسمر. عندي كوباية ونص لبن. كوباية مية. دي المقادير بقولها لكم مظبوطة وجربتها وطلع جميل جدا. ونص معلقة سكر. ونقلب بالمضرب. ممكن تعمليه في الخلاط بس مش مستاهل، يعني هو بالمضرب كويس اوي. دول كوبايتين دقيق. حطينا كوباية ودي التانية.
ونقلبها قوي، نقلبها كويس بالمضرب عشان ما تعملش كلاكيع. ودي 3/4 كوباية نشا. نقلبها بقى ونجيب اللي في الجناب كده. ندوبها خالص، ما نخليش فيها اي كلاكيع. هنا بقى هنصفيها، لازم الخطوة دي ان احنا نصفيها عشان نتأكد ان ما فيهاش اي كلاكيع ولا اي بهارات ولا حاجة، تبقى صافية خالص. المصفى رفيعة اوي ونصفيها. نصفي عجينة الكريب كده اهي. بعدين نكون مسخنين طاسة ودهنينها زيت خفيف خالص، ونحط كده. ما نملاش الكبشة قوي عشان ما تبقاش كتير وتبقى طبقة الكريب سميكة. يعني كل ما تبقى حوالي فوق نص الكبشة شوية، حسب حجم الكبشة اللي عندك يعني. ما تملاش قوي وعشان لما توزعيها وتبقى رقيقة خالص، كل ما تبقى رقيقة تبقى احسن. كده بقى حطينا على النار ونعرف ان هي استوى، نقلبها بقى على الجنبين. نعرف ان هي استوت بنلاقيها اترفعت شوية من الطرف، او بتترفع شوية من الطرف كده، نعرف ان الناحية دي استوت. هنقلبها على الناحية التانية بسرعة جدا عشان ما تتقطعش منك اهي. نحاول نحركها كده، ما بتاخدش وقت خالص، دقيقة دقيقتين كده بالكتير خالص. والنار يعني ما تعلقهاش قوي ولا تبقى واطية قوي، خليها وسط. حاولي تحركيها كده كل شوية. وبعدين اهي شايفة من الجنبين استوت ازاي. هتشيليها بقى وتحطيها في طبق كده وتغطيها بفوطة مطبخ نظيفة عشان يفضل طري. لو سبتيها متعرضة للهواء هتنشف ومش هينفع تلفيها ما تحطي فيها الشاورما اهي. تعملي الكمية اللي انت عايزاها. هنا بقى بنحط الشاورما. بنحط الشاورما كده. ممكن انا عندي هنا طحينة، ممكن تعملي تومية، ممكن تعملي كاتشب، ممكن اي حاجة عندك تحطيها. هنحط بطاطس عليه ميكس جبن، ولو عندك جبنة موتزاريلا ممكن تحطيها او خس او كده، اي حاجة انت عايزاها ممكن تحطيها. ودي الشاورما، بس حاولي ما تكتريش عشان تعرفي تلفيها اهي. تكون برضو الطاسة سخنة على النار، بتروحي مخلية الفتحة بتاعة المثلث ده بتاع الكريب اللي عملتيها، مخلية الفتحة لتحت وتدوسي عليها تضغطي جامد عشان لو فيها جبنة ولا فيها اي حاجة تسيح، لو في موتزاريلا تسيح او الجبن او كده. وفي نفس الوقت ان هي تقفل الفتحة بتاعتها. شايفين الناحية دي كانت من تحت واتحمرت وقلبتها الناحية التانية، بتبقى مقرمشة وجميلة جدا صراحة. يعني حاجات سهلة، والواحد اما تجربيها تحس ان انت عملتي حاجة جميلة وولادك بيفرحوا بيها. ما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود. يعني تدوسي عليها كده عشان لو فيها جبن ولا حاجة تسيح اهو، زي اللي بنشتريها بالظبط من بره المطعم السوري جوا بيتك.
ملكوش حجة بقى يا ولاد اهو. ايه رأيكم بقى كده؟ مفيش حاجة صعبة ابدا، طول ما الواحد عايش بيتعلم وبيعمل وبيجرب مرة واتنين وتلاتة، وان شاء الله يعني الحاجة بتطلع حلوة وبتعجب الولاد، اهم حاجة يعني. تضغطي عليها كده وبرضو ما بتاخدش سوا هنا خلصنا الاكل اهو يا حبايبي. ده الكريب، ودي بطاطس مقلية، ودي الشاورما، وفي سلطة طحينة.